السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة ساينس ببساطة مع ميس سارة. إن شاء الله بإذن الله معايا ساينس هيبقى أبسط وأسهل كتير. ما تنساش لو عجبك الفيديو دوس لايك وشير وسبسكرايب، اكتبلي كومنت، بفرح قوي بالكومنت بتاعتكم، برد على كومنت بحب واهتمام جدا. طيب احنا النهاردة هنتكلم عن جريد 5 سنة 5، وانا من وجهة نظري كده ان هم ابطال سنة 5. ليه؟ لان هم عدوا بسنة رابعة، برافو عليهم ما شاء الله لا قوة الا بالله. دي اول حاجة. تاني حاجة ان هم كانوا قد المسؤولية. انتوا المناهج بتاعتكم اتقل من المناهج اللي احنا كنا بناخدها واحنا قدكم، ودي حقيقة يعني. فده معناه ان انتوا لما تكبروا وتبقوا قدنا دماغكم هتبقى اكبر مننا، وهتكونوا عارفين حاجات كتير قوي يمكن احنا لسه منكونش عارفناها، ودي حاجة كويسة جدا. انتوا بتتعبوا دلوقتي شوية، بس قدام بجد هتبقوا احسن بكتير. ان الانسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه بيتعلم، ودماغه تقدر تستوعب كم كبير جدا من المعلومات. فانتوا شطورين، برافو عليكم. اوعدكم ان سنة 5 هتكون اسهل ان شاء الله باذن الله من سنة رابعة. مش معنى كده ان سنة رابعة كانت صعبة، ولكن الفكرة ان انتوا خلاص بقى عرفتوا الدنيا فيها ايه. فيلا بينا مع بعض دلوقتي هندخل على Unit 1 Concept 1 Lesson 1. هو الكونسبت ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن ال tree needs، اللي هي احتياجات الاشجار، او بمعنى اصح احنا هنتكلم يا حبايبي عن البلانت، النبات. ماله البلانت ده؟ البلانت دوت احنا عايزين نعرف عنه اكتر. بياكل ازاي، بيعيش ازاي، بيسرفايف ازاي، ده كله احنا عايزين نعرفه عنه. فاحنا قلنا له تعالى يا استاذ يا نبات، تعالى يا بلانت، قولي كده وعرفني عن نفسك. قال لي اول حاجة كده بيتكلم عنها، انا هقول لكم البورتس بتاعتي، الاجزاء بتاعتي، انا هقول لكم انا بكون من ايه. يبقى اول حاجة احنا هناخدها اسمها the plant parts، اجزاء النبات. طب ايه هي اجزاء النبات؟ تعالوا ناخدهم من تحت لفوق. في جزء بيكون under the soil، تحت التربة، وفي جزء بيكون above the soil، فوق التربة. الجزء اللي تحت التربة زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي اسمه الروتس. والروتس دي اللي هي الجذور، والجذور دي هي اللي بتساعد البلانت ان هو ياخد الووتر. اللي مش انتوا بتسقوا البلانت بالووتر، بتسقوا مين؟ الصح انه انتوا المفروض لما تيجوا تسقوا البلانت تسقوا السويل، التربة، مش تكبوا المية على النبات نفسه. ليه؟ لانه ما بيعرفش ياخد المية كده. هو الجزء الوحيد اللي بياخد منه المية هي الروتس، والروتس دي بتاخد الووتر من السويل. فدي معلومة ليك اهو. انت لو زارع، طبعا الزراعة حاجة جميلة جدا، انك تزرع حاجات في البلكونة بتاعتك حاجة حلوة قوي، وهي بتكبر كده هتحس احساس جميل. انت بقى دلوقتي بتزرع وعايز الزراعة بتاعتك تبقى ناجحة، فهتعمل ايه لما تيجي تحط الووتر؟ هتحطها على السويل مش على البلانت نفسه. طيب ايه كمان غير الروتس؟ ستيم. ايه الستيم دي؟ اللي هي الساق، العصاية الخضرة دي اللي متعلق عليها كل حاجة بقى تخص البلانت. طب وايه كمان؟ الليفز، الورق. وعايزة اقول لكم على سر، الورق ده انا مسمياه ماما، دي ماما بتاعت البلانت. عايز تعرف ليه؟ هتعرف في الفيديوز الجاية ان شاء الله بإذن الله، تابعني بس. طيب ايه كمان؟ ساعات البلانت بيكون فيه flowers، sometimes flowers، ممكن يكون فيه flowers، sometimes fruit. الفروتس مش هي الفاكهة بس، الثمار عموما، يعني التفاحة ممكن، البلح، يعني اي ثمار بيطلع ده بنسميه fruits. اوكي. طيب دي كده البلانت نيدز. انا عايزه اعرف بقى، او البلانت بوردز، انا عايزه اعرف بقى البلانت محتاج ايه. ما هو دلوقتي البلانت عايز يكبر، صح؟ طيب البلانت محتاج ايه؟ بالراحه يا حبايبي كده. اول حاجه البلانت محتاج الووتر. طب الووتر دي بيجيبها منين؟ اتفقنا مع بعضين انا وانت من شويه ان هو بيجيب الووتر دي من السويل. ومين اللي بيساعده على كده؟ الروتس. يبقى الروتس بتساعد البلانت انه ياخد الووتر من السويل.
يبقى هو محتاج water and nutrients اللي هي العناصر الغذائية. الكلمة دي مش جديدة طبعا، احنا خدناها في سنة رابعة قبل كده. طيب هو محتاج الووتر والنيوتريانس، وبيجيبهم منين؟ بيجيبهم من السويل. اوكي، محتاج مين كمان؟ قالك البلانت ضروري جدا بالنسبة له ان هو ياخد السانلايت، ضوء الشمس، لانه السانلايت ده هو اللي بيساعده انه يعمل اكله. مع العلم ان في بعض البلانتس مش بتحتاج السانلايت، العكس، ولكن احنا دلوقتي بنتكلم على البلانت الطبيعي العادي جدا. طيب والبلانت محتاج مين كمان؟ البلانت محتاج كربون دايوكسيد، ثاني اكسيد الكربون. ايه ده؟ احنا محتاجين اكسجين، البلانت محتاج ثاني اكسيد الكربون. ايوه، محتاج الكربون دايوكسيد، وده بيجيبه من الاير، من الهواء. مش احنا بنقول لكم ان احنا لما هنزرع الهواء هيتنقى؟ يعني ايه هيتنقى؟ احنا كنا متفقين مع بعضينا ان احنا بناخد الاكسجين وبنطلع الكربون دايوكسيد. طب مين بقى اللي بيخلي فيه اكسجين كتير في الجو وبياخد الكربون دايوكسيد اللي احنا بنطلعه ده؟ البلانت بياخد الكربون دايوكسيد وبيدينا الاكسجين. اوكي، يبقى دي the basic needs of plant، الاحتياجات الأساسية للبلانت. تعرف ان مش من الاحتياجات الأساسية للبلانت السويل، وده هنعرفه في الفيديوز الجاية ان شاء الله بإذن الله. يعني انت عادي ممكن تزرع البلانت without soil، من غير soil، من غير تربة. ولذلك وانتوا صغيرين وانتوا كده في الكيجي كان في اكتيفيتي كده كنا بنقول لكم عليه، ان انتم تجيبوا سيد، تجيبوا بذرة تزرعوها في قطن، حتة قطنة، وتشوفوا بقى هيكبر ولا لا. فهو كان بيكبر، فتمام، هو مش محتاج سويل. على فكرة هنعمله الاكسبيرمنت ديت قدام شوية ان شاء الله بإذن الله. طيب يا ترى البلانت دوت need food like the human؟ هل البلانت دوت محتاج الفود زي الانسان، محتاج ياكل؟ خلينا نتفق مع بعض ان اي كائن حي محتاج ان هو ياكل علشان يكبر. ولكن مثلا انت دلوقتي مربي بلانت عندك، وماما عامله لك رز وملوخيه، اكيد ماما مش هتعمل طبق وتديلي البلانت يعني عشان تاكله. لا، البلانت مش بيحتاج حد ياكله، البلانت بيعمل اكله بنفسه. يبقى البلانت ماله؟ بيحتاج الفود. The plants need food to grow up and survive، عشان تكبر وعشان تعيش. ما انت دلوقتي هي مش هتاكل، طب هتكبر ازاي؟ تمام. but the plants can make their own food، ولكن هي بتعتمد على نفسها خالص ان هي تعمل الاكل. كل اللي هي محتاجة منك انك تسقيها، تديها مية بس، شكرا، وهي هتعرف تعمل اكلها بقى بنفسها، هتعرف تظبط وتاخد احتياجاتها الباقية. تمام. طيب يا ترى بقى ازاي البلانت can make their own food؟ ازاي بيعرف يعمل اكله بنفسه؟ قالك ان البلانتس make a type of sugar، بياكل سكر، نوع من السكر هو اللي بيعمله، مش احنا اللي بندهوله، بس مش زي السكر بتاعنا. as a food، يعني هو بياكل السكر ده كطعام ليه، يعني هو اكله السكر اللي هو بيصنعه ده. ازاي بيصنع السكر؟ قالك بيصنع السكر عن طريق عملية اسمها فوتوسينثيسيس، عملية البناء الضوئي. فوتوسينثيسيس، عملية البناء الضوئي. طب ايه الفوتوسينثيسيس دي؟ هتعرفوها ان شاء الله بإذن الله بالتفصيل جدا في الفيديوز الجاية بإذن الله، بس دلوقتي كده هقول لكم بريف كده بسرعة ليها. قالك ان عملية البناء الضوئي ده النبات بيحتاج حبة حاجات علشان يعرف يعمل أكله. بيحتاج ايه؟ أول حاجة بيحتاج من السويل، اتفقنا، الووتر والنيوترينز، المية والعناصر الغذائية. اوكي، وبيحتاج من الاير، من الهواء، الكربون دايوكسيد، ثاني أكسيد الكربون. تمام، يبقى هو كده معاه ووتر، معاه نيوترينز، معاه كربون دايوكسيد. طيب انت ينفع ماما تعمل لك الاكل من غير ما تولع النار؟ لا، صح؟ طيب ايه بقى اللي هيعمل الاكل للبلانت؟ السانلايت، ضوء الشمس، هو اللي هيديله الانرجي اللازمة علشان يعرف يخلط الحاجات دي مع بعضها ويعمل اكله. طب السانلايت دي هو بيجيبها منين؟ بيجيبها من الصن، من الشمس. يبقى تاني كده معايا، هو محتاج ايه؟ محتاج ووتر ونيوترينز، ودول بيجيبهم من السويل.
ومحتاج كربون دايوكسيد ودي بيجيبهم من الاير، ومحتاج sunlight وده بيجيبه من الصن. تمام. بياخد الحاجات دي كده مع بعضها وبيعملهم كده بكيميكال رياكشن، بتفاعل كيميائي مع بعض كده، ويطلع منهم type of sugar، نوع من السكر اللي هو بياكله. بس النبات طيب جدا، بيطلع اكله وبيطلع معاه كمان الاكسجين اللي احنا محتاجينه علشان نتنفس. وعلى فكرة هنتكلم بتفصيل اكتر عن عملية الفوتوسينثيز ان شاء الله باذن الله في الفيديوز اللي جايه والليسنز اللي جايه. ما تنساش بس اللايك والشير والسبسكرايب وفعل الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتابع معايا اول باول، عشان تدخل المدرسه ان شاء الله باذن الله. الساينس ده اسهل حاجه، خلاص انت يا دوب بس هتسمعه من التيتشر بتاعتك كده في المدرسه ومش محتاج حاجه تاني. اوكي، خلينا نتفق مع بعض ان الكلمات دي احنا بنحفظها عشان احنا محتاجين نفهم الدرس، ولما نيجي نقرأ بالانجليش نفهم هي معناها ايه. فانا مش معقول بقى كل لما احتاج معنى كلمة هروح افتح الجوجل ترانسليت واترجم واشوف، ده كله تضييع وقت. لذلك انا هديكم بعد كل درس حبة كلمات كده، لو حفظتوها هتلاقوا الدرس سهل جدا وهتعرفوا تحلوا الجيف ريزون جدا. وفي مفاجأة ليكوا كمان، ان بعد كل كونسبت ان شاء الله باذن الله هجمع لكم كل الجيف ريزون اللي في الكونسبت المهمة، وازاي نجاوب عليها بابسط طريقة والاجابة بتاعتنا تبقى صح كمان. يعني لو عقدتك الجيف ريزون فالعقدة دي ان شاء الله هتتحل معايا. يلا بينا نشوف الكلمات. leaves leaves stem stem roots roots soil soil sunlight sunlight nutrients nutrients photosynthesis photosynthesis. بصوا انا هقولها لكم بالراحة وانتوا مع الوقت هتتعودوا تخطفوها. photosynthesis، فاحنا بنخطفها على بعضها ونقولها photosynthesis. تمام. طيب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يجيلكم ان شاء الله الفيديوهات اول باول. فعلوا الجرس. مع السلامة يا حبايبي، باي باي.